تشيلسي يرحب بنيمار. أوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن تود بولي رئيس تشيلسي يرغب في التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان. النادي الباريسي مستعد للتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل. ريال مدريد يطارد ميسي دوري الإيطالي. ذكرت كالشيو نابولي أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خافيتشا كفاراتسخيليا من نابولي. وأكد وكيل أعمال اللاعب أن هناك اهتماما من الأندية الكبرى، لكن اللاعب مهتم حاليا بحصد لقب الدوري. نونو سانتو يعود إلى الدوري الإنجليزي. يطمح نادي ليدز يونايتد في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي نونو سانتو من أجل تدريب الفريق بدلا من المقال جيسي مارتش. وقال صحيفة تلغراف البريطانية إن ليدز سيكون عليه تعويض نادي اتحاد جدة السعودي بمبلغ 5.3 ملايين جنيه استرليني للتعاقد مع المدرب ولفرهامبتون وتوتنهام سابقا. حقيقة كانسيلو وريال مدريد. نفى جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعارى إلى باير ميونخ وجود أي اهتمام من ريال مدريد بالحصول على خدماته في يناير الماضي. وقال اللاعب في تصريحات لشبكة موفيستار: ريال مدريد لم يحاول ضمي في يناير ولا أعرف شيئا عن هذه الشائعات. وأضاف: لو حاول ريال مدريد ضمي فهذا من دواعي سروري، لأن هذا الأمر يعني أنني أقوم بوظيفتي بأفضل صورة ممكنة. رسالة غامضة من راموس. علق المدافع الإسباني سيرخيو راموس على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى النصر السعودي. وقال اللاعب في تصريحات لشبكة رامسي سبورت: بعد الخسارة من بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا أعيش يوما بعد يوم. الموسم كان صعبا للغاية والآن أشعر بأنني في حالة جيدة جسديا وذهنيا. وأضاف: لا أفكر في المستقبل بالوقت الحالي وسنرى ما سيحدث في الصيف.